السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنا حلة على النار فيها شوية ملح، وهننزل بكيلو مكرونة. هنسلق المكرونة 3/4 سوا، يعني تاكل المكرونة كده تلزق في اسنانك، ما تخليهاش سوا كامل. وكمان ما تحطش زيت في مية السليق، علشان المكرونة بتاع البشاميل مش بتحتاج زيت، علشان الزيت بيخلي البشاميل ما يمسكش في المكرونة. طيب، ومعانا بقى على نار عالية طاسة فيها شوية زيت، وهنحط توم مفروم معاه فلفل اسمر وكمون وقرن فلفل اخضر، ولو حابة تحطي شطة تحطي، مش حابة خلاص. بعد ما ندي للثوم تشويحة في الزيت كده، طبعا انا حاطة هنا فلفل اسمر وكمون ومعلقة كزبرة ناشفة، وكمان حبة شطة صغيرة، أو قرن فلفل أخضر لو عندك. هندي للتوم تشويحة كده مع الزيت والتوابل، وبعد كده هننزل بنص كيلو اللحمة، ده نص كيلو لحمة مفروم. هتدي بقى للحمة تشويحة مع التوم، مش عايزة المية بتاع اللحمة تنزل. علي النار على الآخر في كل اللحوم يا بنات، بقول علوا النار على الآخر، يعني لازم اللحمة تاخد صدمة. علي عين البوتاجاز على الاخر علشان اللحمه تاخد صدمه وما تنزلش ميتها. هنا المكرونه كانت اتسلقت طبعا 3/4 سوا، مش سوا كامل، علشان لسه هتدخل الفرن ما تعجنش منك. نرجع بقى للحمه. طبعا خدت المكرونه صفيتها جنبي، ورجعنا للحمه كده هي على نار عاليه جدا لمده 5 دقايق. اول اول تقريبا 4 دقايق 5 دقايق بتبقى على نار عاليه جدا، لحد ما تبقى بالشكل ده كده ولونها يغير، يبقى وكمان ما نزلتش ميتها. يعني بعد ما لونها يغير كده، هتنزلي بقى بالبصل المفروم مع، عايزه تحطي قرن فلفل اخضر تمام، مش عايزه خلاص، لو عندك فلفل الوان ماشي، مش عايزه برضو خلاص براحتك على حسب الرغبه. بنعمل الوصفه بتاعتنا باقل الامكانيات، وبتطلع حلوه وجميله. بس نسمي الله وانتي شغاله كده يعني تشتغلي في الذكر، عشان ربنا يحسن ما بين ايديكي كده ويبارك لك في كل حاجه بتعمليها. طبعا بعد ما حطينا البصل مع اللحمه، هنديله تشويحه كده، البصل مع اللحمه مع التوابل مع الثوم، وندي تشويحه كده حلوه، نخلي البصل يدبل. طب هتقولي لي ما هي ما فيهاش ميه وممكن تتحرق منك. تمام، لو انت شايفاها انها ناشفه خالص، والبصل اللي عندك ما نزلش ميته كده، وبقى في يعني بقت جوسي كده تستوي، هتحطي هنا بقى يا اما 5 معالق او 4 معالق بالمعلقه، مش بايلك كده بالبركه، لا بالمعلقه كده، 5 معالق ميه دافيه او 5 معالق عصير طماطم، وتهدي النار على الاخر وتسيبيها كده حوالي 5 دقايق 10 دقايق، يا دوب اللحمة تستوي والبصل يدبل معانا. طيب، خلصت اللحمة وسلقنا المكرونة، نروح بقى للبشاميل. معايا بقى مادة دهنية على حسب ما انت عايزة، انا هنا حاطة زيت على معلقة زبدة واحدة، عايزة كله زبدة ماشي كله زيت ماشي على حسب اللي موجود عندك. وبعد كده هتنزلي ال2 كيلو حليب اللي عندي بياخدوا معايا حوالي 10 معالق دقيق. بحط 10 معالق دقيق، واقلبهم تقليب مستمر في اتجاه واحد في المادة الدهنية اللي انت حطاها، سواء زبدة او زيت. وبعد كده بنزل ب2 مكعبات شوربة. انا مش بستخدم مكعبات الشوربة دي يا بنات، يعني الا في حاجات نادرة زي مثلا البشاميل. تمام. طيب، هتقلبي بقى تقليب مستمر هنا الدقيق مع الزيت مكعب الشوربة. وبعدين تنزلي لما تحسي ان الدقيق بقبق شوية كده مع الزيت، تنزلي باللبن شوية بشوية. وبعد كده تنزلي بقى بباقي اللبن دفعة واحدة، وتقلبي بتقليب مستمر في اتجاه واحد. التوابل اللي انا حطيتها: بهارات لحمة، شوية كركم صغيرين لتعزيز اللون، مش عايزة تحطيهم بلاش، حبة سكر صغيرة خالص، وكمان ملح، بس خليكي فاكرة انك حاطة مكعب شوربة، يعني الملح يبقى قليل خالص. التوابل اللي بحطها تاني: فلفل اسمر وكمون ومعلقة صغيرة بهارات لحمة، مش بحط اي توابل تاني. التوابل الاوفر اللي بتحطوها، يعني انا بشوف توابل اوفر كده، ناس بتحط توابل كتير جدا، وده بيتعب طبعا الكلى. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. طيب، بعد ما بنقلب تقليب مستمر في اتجاه واحد كده، بنحس اول ما بتحسي انه لف معاكي كده بتطفي عليه. طب ما لفش بقى وبقى رقيق معايا كده ومي كده، لا، بتحطي بقى، بتجيبي معلقتين دقيق تدوبيهم في مج كده لوحدهم بعيد خالص، في شويه ميه او شويه لبن على البارد، وبعد كده بتنزلي بيهم على البشاميل. ما تحطيش دقيق على البشاميل وهو سخن عشان هيكلكع معاكي. ولو حسيتيها ان هي يعني البشاميل تخين معاكي، بتزودي شوية لبن او شوية مية، لو حابة، يعني لو موجود لبن ماشي، مش موجود خلاص. البشاميل بالنسبة لي انا كده قوام مظبوط.
طبعا على حسب الرغبة، لو انت عايزاه ماسك شوية ماشي، عايزاه بيبقى جوسي شوية كده ماشي، برضو على حسب الرغبة. لكن هو البشاميل المظبوط المفروض يبقى كده. طيب هنروح بقى على الصينية، نجيب صينية. طيب الاول قبل الصينيه انا خدت نص كميه البشاميل طبعا، حطيت عليهم شويه بشاميل، حطيتهم في بوله، يعني قسمت نص كميه المكرونه في بوله، وبعدين بنحط عليهم البشاميل وبتقلبيهم علشان كل المكرونه تبقى شاربه من البشاميل. بعد ما قلبت نص كميه المكرونه في بوله كده لوحدهم، هنجيب بقى الصينيه وهتدهنيها باي ماده دهنيه انت حباها، سواء زبده او زيت، وبعدين تنزلي بكمية المكرونة دي اللي هي نص الكمية تقريبا في قاع الصينية. وبعد كده بتحطي بقى بشاميل. ركزي بقى في حتة البشاميل دي، لما بتيجي تحطي بشاميل، تخللي كده البشاميل عشان ينزل في قاع الصينية، يبقى المكرونة اللي تحت شاربة من البشاميل، ما تبقاش يعني ما تكتفيش بشوية البشاميل اللي انت حطاهم هنا، لا انت هتحطي بشاميل في كل طبقة بتحطيها، تحطي بشاميل كل طبقة تحطيها بتحطي عليها كرنيفين بشاميل كده. ومحدش يضحك على كلمة بشاميل كرنيف، احنا مسمينه كده، انتوا بقى عندكم بتسموه زي ما تسموه. المهم عشان محدش يطلع في التعليقات يقول لي يعني ايه كرنيف. الجماعة بتوع الجزائر والعراق يعني مش عارفة هما بيسموه حاجة تانية. المهم هتنزلي بقى بشوية مكرونة وبعدين شوية بشاميل، وبعدين بتنزلي باللحمة. واللحمه بقى تحطي لها فدان بصل بقى يعني لو انت الطاجن معاكي كبير شويه، فانت حاولي تكتري البصل عشان اللحمه تبقى فارده كده في كل المكرونه يعني يعني تبقى ماسكه الصينيه من اولها لاخرها. تمام. بعد كده هننزل برضو بشويه بشاميل، كل حاجه بتحطيها يعني كل طبقه بتحطيها بتنزلي بشويه بشاميل، وتخللي بقى تخبطي كده بالكرنيف زي ما انا بعمل كده، علشان البشاميل ينزل تحت في الصينيه ويبقى كل الطبقات جوسي وطريه، ما تبقاش من تحت ناشفه يعني. تمام. بعد كده هنحط الطبقه التانية. طبعا نص كميه المكرونه التانية انا برضو قلبت عليهم شويه بشاميل، بس طبعا الفيديو اتحذف، كنت فاكره اني فاتحه الكاميرا بس طلعت مش فاتحه الكاميرا. هتنزلي بعد كده بقى باقي البشاميل، مش هنزل بكل البشاميل، انا هحط بس كرنفين كده حاجه خفيفه، وبعدين هودي بقى الصينيه على البوتاجاز تبقبق شويه على عين البوتاجاز. علشان ليه بقى تبقبق على عين البوتاجاز؟ علشان انا مش هحط مش هولع البلاطه يعني في الفرن، انا مش هولع البلاطه. تمام. فبعد ما بقبقت معانا كده شويه على البوتاجاز، هنزل بقى بباقي البشاميل، وبعد كده هدخلها الفرن بدون جبنه وبدون بيض وبدون اي حاجه خالص، هو البشاميل فقط. وهتشوفيها دلوقتي شكلها حلو وجميل وجوسي معانا وطريه، ومش محتاجه لا جبنه ولا لا البيض ولا الجبنه الاوفر اللي بتحطوها دي، مش لازم. طيب انا بخلل بالكرنيف زي ما قلت لك عشان البشاميل اللي ينزل تحت في قاع الصينيه، وكل الصينيه كل المكرونه تبقى شاربه من البشاميل. طبعا هدخلها الفرن، هولع الشعلة بس، هولع الشعلة بس مش هولع البلاطة. زي ما انتوا شايفين جوسي وطرية وجميلة واخدة لون حلو من الوش. عايزة تاكليها سخنة تغرفيها زي ما انا بغرفها كده، لان احنا بنحبها طرية فبناكلها سخنة. لو انت عايزاها تطلع قطع سليمة سيبيها اقل حاجة نص ساعة ساعة بعد ما تطلعيها من الفرن، هتلاقيها طلعت معاكي قطع سليمة وتمام. لكن انا بفضل ان احنا ناكلها كده يعني جوسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون ضيفة خفيفة على قلبكم، ويا رب ما تكونيش حبيبتي نسيتي تضغطي لي لايك، وكمان لو اول مرة تشوفيني اضغطي اشتراك عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.